تعالى اقولك نرتب ذرة في المطبخ بتاعتنا ازاي ونشقلب المطبخ كله فوق بعضيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا بكم معايا في فيديو جديد. انا علياء ودي قناتي. تعالوا النهارده بقى نرتب المطبخ. بصراحه نزلت المطبخ كده من فوق لتحته، قلت بقى هشقلب الدنيا وابدا في تنظيفات عميقه للمطبخ. بس عايزه اقول لكم على حاجه، المطبخ بتاعي قديم، انا متجوزه لي حوالي 12 سنه ولا حاجه، فعشان يعني 12 13 في الحدود دي. فالحاجة بتاعتي يعني مش واو زي المطابخ التانية، بس أكيد هننضف وهنعمل تنظيفات عميقة للمطبخ، وكمان هنخلي مطبخنا زي الفل. تعالوا كده نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ. عايزة أقولك بقى قبل ما تبدأي من بالليل، لو كنت نويتي على أو كاتبة جدول للتنظيفات من بالليل بقى، اوعي تنسي قبل ما تنامي، أول ما تحطي راسك على المخدة وتبدأي تدخلي في النوم، اوعي تنسي التكبير 34 مرة، والحمد 33 مرة، والتسبيح 33 مرة، والحوقلة لحد ما تنامي، لحد ما عينيك تروح في النوم. ما شاء الله اللهم بارك، تصحي تاني يوم يعني كلك نشاط، وربنا يهدي عليك الأولاد، والدنيا تمشي تمام زي ما انت عايزة، بس بفضل الله طبعا. وكمان عايزة أقولك على حاجة. انوي من بالليل ان انت هترتبي دي، يعني هترتبي الحاجه دي، هتعملي الحاجه دي، حتى لو حاطه جدول او مثلا مرتبه الموضوع في دماغك. رتبي الموضوع في دماغك من بالليل، وشوفي من بالليل انت ناويه ان شاء الله تعملي ايه. ان شاء الله تاني يوم هتلاقي التسهيل، وهتلاقي ربنا مسهل لك الدنيا كلها، ويعني وهيخليكي تنجزي في يومك. طيب انت عملت كده والحمد لله. انا عايزه اقول لكم بقى انا بعمل ايه. انا بصحى الساعه 6 الصبح، جوزي بيطلع على الشغل ومش بنام تاني، حتى لو كنت نايمه الساعه 2، لو كنت نايمه واحدة او 2 يعني، برضو مش بنام تاني. بقعد من الساعة 6 الصبح لحد الساعة 11 الصبح. ولادي بيكونوا نايمين، بيكونوا يعني التلاتة نايمين، مفيش غير بنت صغيرة بتصحى، اعمل لها الببرونة بترضع وارضعها يعني وتنام تاني، لكن بيكونوا نايمين رايحين في النوم خالص. فعشان كده بنجز في الوقت ده، بقعد لحد الساعة 11 الصبح ولا حاجة، بنجز في الوقت ده. بيصحوا بقى الساعة 11 11 ونص حاجة كده. بشتغل، بعمل لهم فطار وبقعد معاهم، وبعدين بقى يعني على الساعة 4 كده جوزي يكون جه، بنتغدى مع بعض، وبدخل اخد بنتي الصغيرة وبدخل انام لي ساعتين ولا حاجة. بعد العصر مش مستحب النوم، بس يعني مش بقدر اعمل غير كده بصراحة. عشان خاطر ما افصلش يعني بالليل وكلام من ده. وخصوصا الواحد لما بينامش بيكون عصبي، وبتكون يعني بتكون اعصابه كده مشدودة. فعشان كده يعني التنظيم للوقت في الايام دي يعني بيكون كده. بصراحة لقيت نفسي بنجز كتير، وبصور فيديوهات وكمان بنجز في شغل البيت، وبعمل كل حاجة في البيت الحمد لله. عشان خاطر لما بيكونوا هم صاحيين الولاد بيخلوني ألف حوالين نفسي زي كل الولاد وزي كل الأطفال في كل البيوت وكل الامهات يعني. فبقعد الف حوالين نفسي، فعشان كده بصراحه ده تنظيم وقت حلو قوي. اصحى الساعه 6 الصبح، بقعد لحد الساعه 11 مع نفسي كده، اروق في الشقه واطبخ واعمل واحضر الغدا. لازم اول حاجه الغدا. لما بتكون بنتي صاحيه بصراحه احيانا ممكن اكون مقطعه بصله تتحرق، اكون حاطه رز بحمره يتحرق، مش يعني اي دربكه في اي دربكه. فعشان كده عايزه اقول يعني وهم نايمين افضل حل انك انت تشتغلي في ايه تخلصي شغل بيتك وتخلصي. بص بقى، اول حاجه عملتها ان انا نزلت المفارش بتاعه المطبخ، بس نزلت جزء جزء، ما نزلتش كله. اللي هو يعني انا بدات الاول بدولاب المطبخ، بس للاسف انا ما صورتهوش. بصراحه انا خدت المطبخ كده على 4 ايام. نزلت الاول دولاب المطبخ، وتاني يوم نزلت او تاني يوم نزلت الظرف اللي فوق والظرف اللي تحت. وبعد كده اليوم الثالث خدت فيه الطعم التوابل والحاجات اللي على الرخامه، دول انا صورتهم معاكم. بس اليوم بصراحه ما كفاش معايا، لان كنت خارجه وكده، فاليوم ما كفاش معايا خالص يعني، فخليته اليوم رابع. خليت البوتاجاز وكده اليوم وغسيل الحيطان في يوم رابع. بس انا قلت انزل الفيديو، ما نزلهوش طويل معاكم عشان خاطر بس ما تزهوش بسرعه، فقلت اقسمه على فيديوهين ولا حاجه. بدات الاول نزلت المفارش كلها غسلتها. بصوا انا بمسحها على طول كل اسبوع ولا حاجه، بمسحها كده الضرفه اللي تبوظ عندي بمسحها. بس المره دي رحت منزلاها وغسلاها زي ما انتم شايفين بسفنجه مواعين،
وغسلها على الحوض غسله كويسه. وبعدين بعد ما شلتهم، على فكره انا حطيتهم في الصاله في تحت المروحه عشان ينشفوا بسرعه. وبعدين بقى مسكت كل العلب والبرطمانات وكل حاجة، عشان عايزة أرتب المطبخ ترتيب تاني خالص غير الترتيب اللي أنا مرتباه. حاسة إن الترتيب اللي أنا مرتباه خلاص اتخنقت منه بصراحة. وكمان في حاجات يعني مضايقاني كده وحاجات فوق بعضها. فعشان كده بصراحة قلت لأ، قلت أنزل كله وأرتب حاجات. عايزة أقول لكم إن أنا من بالليل نزلت اللي في الرفوف، نزلت حاجات كتير بس ما كملتش. يعني أنا كنت ناوية أكمل بالليل يعني، بس بصراحة الزن زي ما قلت لكم والولاد ادم صاحيين مش هتعرفي تعملي اي حاجة. فقلت بقى خلاها الصبح وخلاص. زي ما انتم شايفين كده غسلت كل البرطمانات اللي عندي. انا ما عنديش برطمانات للتوابل وكده يعني، للرز والبقوليات وكلام من ده. عندي البرطمانات الحلوه دي بتاعه المربى وبتاعه المخلل وكده، بصراحه عامله شغل عالي معايا، وكمان منظمه لي الدنيا وزي الفل. مسكت بقى الرفوف رف رف وانزل واحط فين، احط في الصاله، فاهمين، اللي هو تحت المروحة. حتى البرطمانات حطيتها تحت المروحة، قلت عشان تنشف براحتها، وعشان كمان عايزاها ناشفة خالص وعايزاها تنشف بسرعة شوية، مش عايزة أركن. نزلت الطعم ده برضو الميلامين عشان خاطر بصوا بصوا الميلامين ده من أيام، يعني مش عارفة، مش عايزة أقول لكم. نزلت الطعم ده وغسلته عشان بس ايدي مش يعني مش بستعمله كتير، بستعمل كام طبق منه بس مش كله يعني. في الاول كنت بصراحة كنت بستعمله كله، بس دلوقتي بطلت. فبرضه نزلته وقلت هغسله غسلة كويسة. وعايزة يعني امسح المطبخ مسحه كويسه. لما بتشطبي المطبخ تشطيب عميق بيخليكي تقعدي فتره المطبخ منور كده، وليكي نفس تشتغلي فيه، وليكي نفس تعملي حاجات جديده فيه. فعشان كده كل مره طوري من مطبخك وغيري فيه. حتى لو فازه صغيره كده ب 30 جنيه ولا حاجه، تجيبيها وتحطها على الرخامه بتاعه المطبخ، هتديكي شكل حلو، وكمان هتحبي دخلة المطبخ. وخلي بالك لما يكون الراديو كمان شغال، بس انا للاسف شلت الصوت بتاع الفيديو الأصلي. أنا كنت مشغلة الراديو جنبي إذاعة القرآن الكريم، وطبعا التكبيرات بتاعة العيد وإحساس بقى ولبيك اللهم لبيك، وكل ده بيشجعك أكتر إن أنت تشتغلي وتخلصي الشغل اللي وراكي وتخلصي شغل بيتك. بصراحة بيدي بهجة في المطبخ. فلو عندك راديو شغليه، لو ما عندكيش شغلوا الراديو على التلفزيون، و يعني هيديكي بهجة وهيخليكي تحبي الشغل في المطبخ. عايزه اقول لك كمان وانت شغاله برضو، خليكي على طول في الحوقله وفي الصلاه الابراهيميه، برضو بتخليكي بتنجزي في شغل بيتك، وبتخليكي برضو بتخلصي الحاجه من غير ما تهلكي نفسك قوي، يعني من غير ما تحسي بالتعب، من غير يعني من غير ما تحسي ان انت تعبانه وان انت عامله مجهود وكده. برضو دي انا يعني من الحاجات الجديده عليا الصلاه الابراهيميه، ان انا وانا شغاله في المطبخ اقولها وكده. كنت الاول بصراحه بشتغل كنت الاول بصراحه بشتغل عادي، يعني اللي هو احيانا استغفر واحيانا انسى واحيانا بالي يكون مشغول في حاجات تانية. فاليومين دول الحمد لله على طول الصلاه الابراهيميه، وكمان الاستغفار، الحمد لله رب العالمين على طول وانا واقفه في المطبخ. وكمان عايزه اقول لكم حاجه تانية، ان انت لما ترتبي افكارك من بالليل وترتبي عايزه تعملي ايه وتخلصي ايه وهتنجزي ايه، ده بيخليكي تنجزي حاجتك بسرعة، ويخلي دماغك مترتبة، وتخلي أفكارك مترتبة. احيانا بتحصل حاجات بتخليكي تنسي انت عايزة تعملي ايه اصلا، من زن العيال ومن كله ده. بس بصراحة احيانا كتير الترتيب في دماغك او الترتيب في ورقة وقلم بيخليكي برضو تنجزي الحاجات اللي عليكي. عايزة اقول لكم الحاجات اللي انا حطيت فيها المكرونة دي اساسا بتاعت عصير، درق عصير او شفشف عصير، بتحط فيه عصير يعني. فانا بصراحه مش بستعملهم، فبحط فيهم المكرونه زي ما انتم شايفين كده. واغلب العلب دي علب مخللات وعلب بتاعه مربى. فبصراحه يعني شوفوا مدياني شكل حلو، وكمان مخليها مرتبه الدنيا. بس انا ما كنتش حطاهم هنا، انا كنت حطاهم في دولاب المطبخ، كنت حاطه العلب دي كلها في دولاب المطبخ. وبعدين بقى لما نزلت دولاب المطبخ نزلته وحطيت مكانه حاجات تانية. بصراحة
سهلت الدنيا على نفسي وسهلت يعني حاسه ان المطبخ بقى رايق. ان شاء الله ان شاء الله اعمل لكم جوله في المطبخ، في المطبخ بتاعي يعني. بس ان شاء الله يعجبكم. بعد ما اخلص تنظيفه كله على بعضه كده، شاكب راكب، هعمل لكم ان شاء الله تنظيف عميق للمطبخ، واعمل لكم ازاي هوريكم ازاي رتبت دولاب المطبخ بصراحه، عشان ما صورتهوش. ما كنتش فاضيه وما عنديش مساحه. مشكلتي الازليه ان انا ما عنديش مساحه على التليفون عشان اصور فيه. عايزه اقول لكم برضو انا نزلت كوبايات وغسلتها، ونزلت نزلت كل حاجه وغسلتها من اول وجديد، وبس ما صورتهاش برضو عشان المساحه وكده. لكن انتوا عارفين انا قلت لكم من اول ان انا هشقلب المطبخ كله على بعضه كده من اوله لاخره. صحيح سبت فيه حاجات لتاني يوم، بس الحمد لله كنت انجزت، يعني كنت انجزت لاب المطبخ والرف والرفوف اللي فوق والرفوف اللي تحت الحمد لله. ما كانش فاضل قدامي غير البوتاجاز والحاجات اللي على الرخامه يعني، والطقم التوابل اللي على الرف التاني بصراحه. يعني كنت عايزه انجز فيهم، بس مش مشكله يعني. لما حصلت معايا الظروف وكده ما قدرتش اصور وما قدرتش اخلص كل حاجه في يوم واحد. زي ما انتم شايفين كده انا اهو بعد ما نشف برضو انا حطيته في الصاله وفردته كله تحت المروحه، والحمد لله نشف بسرعه، ما خدش معايا وقت خالص الحاجة. يعني كنت احطها في الصالة تنشف بسرعة وادخلها تاني وارتب على طول. يعني عشان بس ايه، عشان انجز. بس زي ما انتم شايفين كده الترتيب اهو الحمد لله. بمسح بفوطة ناشفة، مش فوطة مندية يعني، عشان ده خشب مش ألمونتال او الخشمونيوم اللي طالع دلوقتي، او الحاجات الجديدة الحلوة خالص دي اللي طالعة دلوقتي. ده مطبخ خشب يعني عادي، فعشان كده مش محتاج، مش المفروض اصلا ما يقربلهوش الميه كتير، لانه الميه ممكن تبوظه. هو اصلا المطبخ ده كان لونه غير كده خالص على فكره، هو كان لونه زي الفوشيا كده اول ما اتجوزت يعني، وبعدين غيرته خليته بني، وبعدين بقى قلبته خالص خليته اللون اللي انتوا شايفينه ده، لون المطبخ اللي انتوا عارفينه الجديد ده. بصراحة اللون ده هو اللي استقريت عليه في الآخر، لكن أنا مغيرة لون المطبخ مرتين أو ثلاثة. 3 يعتبر 3 مرات. وكمان كنت بجدد فيه، كنت بحاول أجدد فيه حاجات تانية، عشان زي ما انتوا عارفين اكتر مكان الست بتقع فيه هو المطبخ. فعشان كده بصراحة كنت بحاول على قد ما اقدر ان انا اروق فيه، وكنت اشوف على اليوتيوب ناس بتظبط مطبخها، وناس بتشتري حاجات ومش عارفه ايه. فكنت بحاول اعمل يعني اظبط مطبخي وكده، بس على قد فلوسي يعني. فبصراحة عجبني اللون ده في الآخر، استقريت عليه اللي هو الليموني ده في الأسود. بصراحة استقريت عليه وعجبني جدا، والحمد لله برضو عجب ناس كتير هنا لما بيشوفوه كده. وزي ما انتم شايفين كده الترتيب اهو الحمد لله. المطبخ يعني اتقلب 180 درجة. عايزه اقول لكم حاجه، ما تنسونيش في اللايك عشان اللايكات عندي قليله جدا. وكمان المفروض كنت اقول الكلام ده اول الفيديو. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.